عمرك حسيت إن عين شخص قالت لك حاجة قبل ما ينطق بأي كلمة؟ الناس دايما بتركز على الكلام، بس أوقات العيون بتقول الحقيقة أسرع من اللسان. الحقيقة إن العين ساعات بتكشف مشاعر الإنسان الحقيقية حتى لو حاول يخبيها. في ناس تضحك لك لكن عينيها باين فيها تعب كبير، وفي ناس تبان قوية جدا لكن نظرتها فيها خوف مستخبي. لما شخص يبص حواليه كتير وهو بيتكلم، ده أحياناً بيكشف توتر أو عدم ارتياح. وفي شخص تاني يركز عينه عليك جداً كأنه بيحاول يفرض حضوره أو يسيطر على الموقف. وفي ناس عيونها تبقى هادية ومطمنة وتحس إن وجودهم مريح حتى من غير كلام. العين المتعبة غالباً بتكون شايلة ضغط أكتر مما صاحبها بيقول. وفي عيون فيها حزن قديم، حزن مش جديد لكنه متخزن من سنين. تلاقي الشخص بيهزر ويضحك، لكن أول ما يسكت عينه تتغير تماماً، كأن الضحكة كانت مجرد ستارة مؤقتة. وفي ناس لما تتحمس لحاجة بتحبها عينيها تلمع بشكل واضح جداً. الحماس الحقيقي صعب يتصنع، حتى الطفل الصغير تقدر تعرف فرحته أو خوفه من عينه قبل كلامه. بس مهم نفهم إن قراءة العيون مش سحر، مش كل نظرة معناها حاجة أكيدة، لأن أوقات التعب، القلق أو الشرود بيغيروا شكل العين والنظرة. يعني ما ينفعش تحكم على شخص بالكامل من نظرة واحدة، لكن مع الوقت الإنسان اللي بيراقب التفاصيل بذكاء يبدأ يفهم الناس أكتر، يبدأ يلاحظ الفرق بين عين مرتاحة وعين بتداري وجع، الفرق بين نظرة اهتمام حقيقي ونظرة مجاملة باردة. وأحياناً العيون بتقول عن الإنسان حاجات هو نفسه مش قادر يعترف بيها بصوت عالي. عشان كده بعض النظرات بتفضل علقة في ذاكرتنا سنين، لأن العين أوقات بتكون أصدق من الكلام نفسه. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد عن علم النفس.